بالنسبه للجزيري، الجزيري مضى العقد والتوثيق مش عارف ايه. الجزيري ده موجود خلاص، جدد. الجزيري هيمشي. قسما بالله ما في حاجه من الحاجات دي حصلت. في تصريحات خاصه وانفراد لكرة الجمهور، الجزيري عاوز يفضل في الزمالك، وكيل الجزيري عاوز الجزيري يفضل في الزمالك، محامي الجزيري بيقول لك انه الجزيري عاوز يفضل في الزمالك. طيب هو ايه المشكله؟ المشكله انه الجزيري ليه مستحقات متاخره على نادي الزمالك، فهو قال لك انا مش هتكلم الا لما اخد المستحقات بتاعتي. يبقى واحد اتنين تلاته كده ايه؟ الجزيري الدفعات للمستحقات هيتكلم في التجديد، ما اتدفعت لهوش تظهر كلام جديد هنتكلم فيه. اما تعالى بقى، الجزيري مشي، الجزيري هرب، الجزيري جدد ومستني التوثيق بتاع العقد، الجزيري ده مش عارف مضى لنادي مين. كل الكلام ده كله ملهوش اي لازمه وملهوش اي اساس من الصحه. الخبر الاكيد انه الجزيري هيكون موجود في الزمالك. جدد ولا لا؟ لسه. مضى ولا لا؟ لسه. مساله العقود والكلام ده كله مفيش اي كلام عن الكلام ده كله من داخل اداره نادي الزمالك. فحته اللي احنا بنقوله خلاص او اجتهادات احنا بنقولها، الحته دي مش لطيفه شويه ان احنا نبدا نطلع في تصريحات، التصريحات دي تهز اللاعب مش عارف ايه. طيب طلع برضه تصريح جوميز مش مقتنع بالجزيري. قسما بالله الراجل ذات نفسه بيقول لك انا مقتنع بالجزيري، الجزيري هو رقم واحد بالنسبه لي في الفريق. فتطلع يعني هقول لك على الربط اللي حصل ليه. الربط اللي حصل هو انه الجزيري ما لعبش ماتش البنك الاهلي، فيقول لك الجزيري زعل، الجزيري اتقمص. في الحقيقه انه الجزيري في ماتش البنك الاهلي كان طالع طبيب نادي الزمالك بيقول لك انه الجزيري كان بيعاني من شد بسيط في العضله الخلفيه.